منزل الأرواح، حقيقة الرعب الخفية. بالطبع، هنا قصة رعب حقيقية حدثت بالفعل. في العام 1974 وقعت سلسلة من الأحداث الغريبة في منزل قديم يقع في إحدى الضواحي الهادئة. بدأت الأمور بشكل بسيط عندما بدأت الأسرة المقيمة في المنزل تلاحظ وجود أصوات غامضة تنبعث من الطابق العلوي للمنزل، وكأنها أصوات خطوات أو نقرات على الجدران. تزايدت هذه الأصوات وأصبحت أكثر عنفا وتوترا مع مرور الوقت. بدأ الأفراد يشعرون بوجود طاقة سلبية في المنزل، وتغيرت المزاجيات وأصبح الخوف يسود البيت. بدأوا أيضا في مشاهدة أظلال غامضة تتحرك في الزوايا والممرات، وسمعوا أصوات غير مفهومة تتردد في أذنيهم. أصبحت الليالي في هذا المنزل حقيقة مرعبة، حيث بدأ الجميع يشعرون بوجود غير مرئي يطاردهم. لاحظوا أن الأشياء تنقلب في المنزل بشكل غامض، وأحيانا يجدون أغراضهم المفقودة في أماكن غير متوقعة. وصلت الأمور إلى ذروتها عندما بدأ أفراد الأسرة يشعرون بلمسات باردة ومخيفة على أجسادهم أثناء نومهم، وكأن هناك شخصا غير مرئي يحاول التواصل معهم بطرق غير طبيعية. لم يستطعوا تحمل هذا الوضع المروع لفترة أطول، فقد قرروا الانتقال من المنزل وتركه خلفهم. عندما قصوا قصتهم للجيران والأصدقاء، اكتشفوا أن المنزل كان يشتهر بأنه مسكون منذ عقود. تاريخ المنزل يشير إلى أن في وقت ما كان شخصا مجنونا يقيم في المنزل وقام بارتكاب أفعال وحشية داخله. يقال أنه لم يمت، وأن روحه ما زالت تسكن في هذا العقار المرعب. وبالفعل، لا يعرف أي شخص بعد ذلك قصة حدثت في هذا المنزل المخيف، ولكن تذكرهم الأحداث بأن الأرواح والقوى الخارقة للطبيعة قد تكون حقيقية في بعض الأحيان. بعد أن تركت الأسرة المنزل المسكون، قاموا بالبحث عن معلومات إضافية حول تاريخ المنزل. استخدموا الأرشيفات المحلية وتحدثوا إلى السكان القدامى في المنطقة لاستخلاص أي معلومات تفيدهم في فهم ما حدث في الماضي. تم اكتشاف أن المنزل كان قد تعرض لجريمة قتل بشعة في الستينيات من القرن الماضي. قتل فيها شخص زوجته وأطفاله قبل أن ينهي حياته بنفسه. لم يكن القاتل مجنونا، بل كان يعاني من مشاكل نفسية خطيرة تجعله غير قابل للتحكم في أفعاله. تم العثور على سجلات تفصيلية عن القضية، بما في ذلك صور الضحايا وتقارير الشرطة. تبين أن الأحداث المرعبة التي شهدتها الأسرة الجديدة في المنزل قد تكون نتيجة تأثير روح القاتل المضطربة والتي لا تزال تسكن في المكان. تأثرت الأسرة بشكل كبير بما حدث، وتركت الحادثة أثرا عميقا على حياتهم. قرروا عدم الكشف عن هويتهم وما حدث لهم في المنزل المسكون، خوفا من أن يتعرضوا للتشهير أو التهديد من قبل الأشخاص المعنيين بالجريمة السابقة. تفكيرا بأهمية الراحة النفسية والسلامة، ينبغي على الناس أن يتجنبوا الإقامة في منازل تشتبه في أنها مسكونة أو تحمل تاريخا مظلما. إذا ما واجهت أي شخص أحداثا غريبة أو مرعبة في منزله، فمن الأفضل أن يبحث عن مساعدة متخصصة من خبراء في مجال الظواهر الخارقة والأرواح الشريرة.